السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلتين من مكون واحد. اكله منهم احنا كلنا بنعملها كتير جدا ومتعارف عليها. لكن الاكله التانية جديده ولذيذه في نفس الوقت، وهتبقى حلوه جدا وهتعجب الناس اللي بتعمل دايت او رجيم. يلا بينا نشوف ايه الاكله ام روحين دي. تعالوا معايا. زي ما انتوا شايفين دي الكوسة اللي احنا قورناها. وخلاص جهزناها للحشو وكلنا بنعملها. معانا بقى قلب الكوسة. ده هنشوف هنعمل منه ايه، وهي دي الاكلة التانية اللي بتعتبر لذيذة ومغذية ومفيدة جدا للناس اللي بتعمل رجيم. الاول بس نروح ايه، بعد ما رتبنا الحلة بتاعت الفلفل والكوسة، هنسيبها بقى على النار تستوي ونروح نشوف هنعمل ايه بقلب الكوسة. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا وننزل فيها بقلب الكوسة، والكوسات اللي احنا بنقور كده اتكسرت مثلا او حاجة مش هنرميها طبعا. هنجيب بقى نحط عليهم بصلاية كده متوسطة، ربع كوباية من زيت الزيتون او زيت الذرة، جزراية مبشورة، فلفل اخضر وخضرة زي ما انت شايفه. بس انا عايزاكي تعدي كميه المكونات المفيده المغذيه اللي موجوده في الاكله دي. هنا المفروض انا احط بيضتين، لكن البيض منه كان بلدي فصغير شويه، فاضطريت ان انا احط 4، يعني كل 2 بيعادلوا واحده. فانت ممكن تحطي بيضتين لو عندك البيض العادي الكبير. هنحط هنا كمان معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، الملح طبعا حسب التذوق، واللي بيحبها تبقى سبايسي شويه يقدر يحط شطه. وهنضربها كده كلها مع بعض في الكبه، هتبقى معانا بالشكل ده. طبعا احنا عارفين ان نسبة المية في الكوسة كبيرة جدا، فهنحاول نعمل ربط الى حد ما للمكونات دي. هنجيب كوباية من دقيق الشوفان، يعني جبنا الشوفان من عند العطار عادي خالص وصحناه بالكبة كده فادانا الدقيق الشوفان الناعم ده. وهنحط دلوقتي تاني معلقة صغيرة من البيكنج باودر و3 معالق من النشا. تمام. كمان لفه كده، وانا بتعمد ان انا استخدم الكبه بس كتير في لف المكونات مع بعضها عشان اتاكد ان كل الحاجات تجانست ودخلت في بعضها كويس جدا، غير ما الواحد بيقلب بالمعلقه. هنروح نجيب بقى مقلايه غير لاصقه كده على النار، وندهنها دهنه بتاعت زيت صغيره خالص، ونبدا ننزل بالفطيره الاولانيه من المكون الجميل اللي احنا عملناه ده زي ما انت شايفه كده. وهنغطيه، وعلى كل وش كده بتاع دقيقتين 3 لغايه ما تستوي معانا كويس. هنقلبها على الناحيه التانية، وده هيبان معاكي المقياس في السوا هنا، انك تلاقي بقى لونها كده باللون الوردي الجميل اللي هنشوفه دلوقتي. وطبعا بنحاول نقلبها، وانا كنت بقلبها من وراكم لان طبعا كنت ماسكه الكاميرا بايد وبقلب بالايد التانية، فالعمليه ما ظبطتش معايا. فزي ما انتم شايفين كده باخد بس الخطوه الاولانيه وبعدين اقلبها من وراكم. زي ما انتم شايفين هتدينا اللون الجميل ده. ونحاول نضغط عليها كده بالسباتولا عشان خاطر نتاكد بس ان النار طالت كل حته فيها. وبعدين نروح نحمر بقى الكوسه بتاعتنا الجميله علشان نشوف هنركب الطبق بتاعنا ازاي. طبعا الكوسه عندك بقى تقدري تحمريها في حته سمنه بلدي، في حته زبده، زي ما انت عايزه تاخد معاكي اللون الجميل ده. ودي يعني الوجبه اللي كلنا عارفينها وبنعملها كتير جدا، دي ما فيهاش افتكاسه يعني. هنروح بقى في طبق التقديم اللي هناكل منه احنا قبل ما نحط لهم هم الطبق بتاعهم علشان نشوف الطعم ايه. هنحط الاومليت، اومليت قلب الكوسه او فطيره الكوسه. وكمان الكوسه بقى اللي المحشيه، وجنبها شرايح من القته او الخيار. تمام جدا. يلا ندوق بقى. ما شاء الله، شايفة الكوسة مستوية وفي نفس الوقت متماسكة ازاي، جميلة جدا. وادي الفطيرة بتاعتنا الحلوة كمان برضو متماسكة كده وشكلها ولونها يعني وريحتها ما اقولكوش جميلة قد ايه. يلا نرتب لهم الاطباق بتاعتهم، هتبقى بالشكل ده. تحطي بقى شرايح الطماطم، تدلعي الطبق شوية وتحطي جنبيه زبادي او روب. وهسيب لكم لينك الوصفة بتاعة الزبادي موجود في صندوق الوصف ان شاء الله، علشان تعملوه ما تشتروش كمان من بره. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. دمتم في امان الله، مع السلامة.